10,000 نسمه عدد السكان دواوير جماعة بن أحمد إموكزن نواحي الحسيمة، بها منازل من الزنك تعكس وضع الضنك الذي تعيشه الساكنة جراء غياب المرافق الاجتماعية والصحية الضرورية، كحال هذه العجوز التي لا تجد طبيبا ولا دواء بالمركز الصحي بمركز الجماعة. السبيطار هنا ما فيه دواء، امشي اقول لي ما عندك، ما كاين بوليفاري، ما كاين بوليفاري، قالوا لي صيفطوني ترقص نازي باش نطلع وباش نهود وباش ننزل واندوخ. الا مشيت غا هنا كان تاع الصافيه هذا ما كان. هذه البنيه التحتيه كامله اللي خصنا نستافدوا منها، بحال الطريق، بحال الضوء، بحال الماء، بحال الصحه، بحال التعليم. الاعداديه كتجي هذه 12 عام، مده 12 عام وهي كتجي 3 النوبات وما كيصيفطوها كترجع، كيديروا لنا العرقله. علاش يديروا لنا هذه العرقله؟ مشاكل البنية التحتية وغياب المرافق يؤرق بال السكان، وزاد الطين بلة انتشار للمطارح العشوائية للنفايات المنزلية، أحدها يوجد قرب منبع للمياه تتزود منه الساكنة بالماء الشروب. وهذا السوق وقعت لنا مزبله على كل طرفين. حنا إموكزن، جماعة إموكزن بالخصوص، حنا عندنا 7 ديال المزبلات اللي دايرين بينا. الصحة ما عندناش، الطرقان ما عندناش، يعني المصلحة اللي كتهمهم ديال الأمر، المصلحة العامة ما عندهمش بها الغرض. حنا كنطلبوا من الجهات المسؤولة يتعاونوا معنا ويفتحوا لنا ويتعاونوا معنا على تهيئة بعض الطرق اللي كتأدي للضواوير الكبيرة، بحال داك ضواوير قرار نمازر وكذا. يعني ذاك المسلك هذاك الطريق مهمة، لأن كيتنقل عليها واحد 5000 6000 نسمة. بعد فتح وإصلاح الطريق التي تربط بين مركز جماعة بن أحمد إموكزن والطريق الوطنية رقم 2، المأمول اليوم هو فتح مسالك جديدة لفك العزلة عن السكان وأطفالهم الذين يواجهون واقع الهشاشة باللعب. أعلنت اليوم وزارة الوظيفة